اليوم غادي نشارك معك 4 ديال المراحل الاساسيه الا بغيتي تبداي تخدمي على راسك بقانون الجذب. اول مرحله هي انك تعرفي بالضبط اشنو بغيتي. نبغيك الى اول مره تبداي تخدمي بقانون الجذب انك تختاري واحد الهدف صغير اللي عقلك يكون متيقه. يعني ماشي مثلا شي حاجه بعيده اللي انت اصلا الداخل ديالك تيقول لك راه امبوسيبل انك توصلي ليها، ولكن غادي تقولي لا بلاتي نجرب هذا التمرين بهذا الهدف. دونك سا فونكسيون با. خاصنا واحد الهدف اللي صغير اللي ممكن يكون قريب واللي عقلك متيق انك ممكن توصلي ليه. تاني مرحلة هو أن ضروري يكون عندك واحد الصورة ذهنية واضحة على الهدف اللي بغيتي توصلي ليه. سوبوزون أنك بغيتي تخدمي في واحد شركة معينة، يعني واحد العمل معين. دونك غادي نبغي الصورة الذهنية ديالك تكون واضحة من ناحية اللباس اللي غتبداي تلبسيه، من ناحية الخدمة اللي غادي تبداي ديريها، كيفاش غادي تبداي تمشي للخدمة، كيفاش غادي تقدري تكوني مع لي كوليك ديالك في الخدمة. دونك هاد التفاصيل من الضروري أنهم يكونوا واضحين عندك في الدماغ ديالك. ثالث مرحله غادي نطلب منك انك تطبقي قانون التركيز على الهدف اللي بغيتي توصلي ليه. بمعنى هو خلال اليوم، يعني بصفه عامه، ماشي غادي نطلب منك في الصباح بكري ولا في الليل قبل ما تنعسي، ولكن ان جينيرال اشاك فوا كو تو بونس على هذاك لوبجيكتيف غادي نبغيك تركزي عليه بمشاعر ايجابيه، لان ضروري ان الترددات ديالك تكون عاليه منين كنكونوا خدامين على واحد الهدف معين. دونك ضروري انك تشغلي قانون التركيز على الهدف اللي بغيتيه. رابع مرحله غادي نطلب منك انك تجري اولا تمتصي اي طاقه اللي كتادي لذاك الهدف. مثلا واحد صديقه ديالك اللي هي خدامه غادي تجلسي معها اكثر، مثلا انت عارفه داك لونتربريز اولا داك الشركه اللي بغيتي تخدمي فيها، غادي نطلب منك انك تبداي دوزي من حدا داك الشركه، تشوفي لي فونيتر تما كيفاش دايرين لي بيرو، كيفاش دايره لونطري الا ممكن تدخلي. اي حاجه تقدر تقربك للهدف اولا تقرب الطاقه ديالك للطاقه ديال الهدف غادي نطلب منك انك ديريها. واهم من هاد المراحل كامله ان التعلق ما يكونش بصفه نهائيه. التعلق كيدمر لينا كلشي، كيخلينا نبعدوا بشكل كبير على الهدف ديالنا. دونك غادي نخدموا على هاد لوبجيكتيف كوم سي سيتي ان جو، ولكن ما يكونش تعلق نهائيا.